السلام عليكم، اسف على الوسوسه، لكن انتوا محتاجين تشوفوا الفيديو ده ضروري علشان تخلوا بالكم. بس ملاهي الاطفال الصغيره اللي هي البسيطه دي، او البلاي جراوند في المدارس او في الملاهي او في الحدائق، الطفل والاهل بيقضوا وقت ممتع ومفزع. يلا نشوف. هي مرجحه عاديه، احنا الكبار ذات نفسنا بنركبها. الواد اتنطر طار، انا ذات نفسي بخاف اركبها يحصل فيا كده. طب لما نحط اتنين هيبقوا امان اكتر. طب اشوف بعض ساعدوا بعض ان هم يقعوا اسرع. اللعبه دي بحس انها بتجيب ارتجاج من كتر التنطيط، زاد عليه اكتر ممكن حد يقع تحتيه وتتنطط عليه. بصوا الارتفاع قد ايه، ده لو نازلين متشعلقين هيقعوا. اللعبه دي بيخلوها للرجال الصاعقه. معرفش ايه اللي دخلها في العاب الاطفال، مجرد البص بس اهو رباط صليبي بسهوله جدا. برضه نفس الحبل بتاع الصاعقه، بس المره دي نازلين بدماغهم في الارض. ودي ايه دي، بيحاولوا يعملوا ايه في العين؟ يفسخوهم نصين. الكور دي في حد ذاتها اصلا شكلها مقلق، يقوموا عاملين كذا واحده ورا بعض، وفي النهايه بار حديد جنبيه حبال عشان لو ما اتخبطتش هنا تتخبط هنا. ايه دول؟ ايه الحلقات دي؟ بتعبر عن ايه؟ يا الله، اللعبه نازله مفسوخه فاتحه برجل العكسي، يعني عاملين النزول عباره عن مواسير ويا تلحق يا ما تلحقش بقى. ايه الفكره في كونسيبت السلاسل اللي عامله زي الشبكه؟ ايه الفكره بين كل سلسله والتانيه فدان اللي يتشنق فيها؟ بص الزحليه عملت ايه، حاطين في الاول عتبه عشان اللي يقع براحته. اصلا الزحاليق في حد ذاتها انا بقلق منها، انا ممكن تجيب حروق. تلاقي الزحليقه منقوعه في الشمس طول اليوم، يجي الواد يتزحلق يا عيني. هاتي كوتي زحلقه. الزحليقه دي اقسم بالله لو حد نزل عليه وجلده حك بس، او جلد دراعه او رجله او اي حاجه في الزحليقه، ينزل فيها حرق. جوده البلاستيك في ذمه الله هنا في مصر بالذات، حاطين ماسوره عشان الواد لو مش هيتصاب وهو نازل من الزحليقه يتصاب قبل ما ينزل اصلا. بصوا اصلا ارتفاع الزحليقه عامل ازاي. الجهاز ده اللي موجود في الجيم بقى موجود في العاب الاطفال ليه؟ يا الله يا ربي، بدل نازل على دماغه. واضح ان اللعبه دي فيها سير او حاجه بيشتغل حتى لو محدش بيلعب عليه. اوف، ازاي لعبه؟ ازاي دي لعبه؟ مصنفه كلعبه ازاي؟ يعني ايه دي؟ من غير اي حزام ولا اي وسيله امان ابدا. مرجيحه، وحلاوه المرجيحه والناس اللي بتلف بالمرجيحه حاجه قمه في الجمال والرعب. يا نهار ازرق، ايه ده؟ الف بارتجاج. العلو ده كله وتقل الحديد ده نازل في نص الصدر، تكسير عظام مفاصل في ذمه الله كده. دب، ايوه طخ دب. دي شويه حاجات بسيطه، الالعاب بسيطه. وطبعا ما حدش فينا ينسى الملاهي اللي هي منفوخه دي، اللي بتبقى في كل حاجه وفي كل احتفاليه وفي كل مهرجان. دي من اكتر الحاجات اللي غير امنه بالنسبه لي. بصوا الفيديو ده، حاولوا تخلي بالكم كويس، دي مرعب وصريخ الام مرعب اكتر. الحمد لله الواد بخير لحد ما، الحمد لله. لكن فعلا اللعبه دي مش امان ابدا. ارتفاع عالي، ماتيريال مستهلكه مليون مره وما بيحصلش تجديد، ولو باظت بتتصلح مش بتتغير. او اللعبه التانيه اللي هي السوست اللي مربوط فيها الشبكه دي، ناس كتير بيعملوها حلواني كده بلدي، صنع يدوي، ينزلوا الشوارع والميادين الشبكه دي طالع عين امها، والسوست مفوته ومصديه، الفراغات اللي ما بين الشبكه والسوست مرعبه، تحت بقى الارض مليانه طوب وزلط ورمل وكل حاجه وابر وازاز. ودي حاجه لازم تخلي بالكم منها وانتوا رايحين اي ملاهي اطفال بقى، حاجات كبيره ايا كان، بالذات الملاهي الصغيره دي. بص كويس على كل حاجه وما تستسهلش ولا تدي امان اعمى. شوف الالعاب مصديه، مساميرها مفكوكه، مخلوع منها حاجه، مفوت منها حاجه، الارض عليها ازاز زلط مدبب، الالعاب ملخلخه. خليكم دايما ارسموا سيناريو مختلف للحاجات اللي قدامكم، مختلف للعبه نفسها. والله دي لعبه فكرتها ان طفل يتشعلق في العقله، يمشي مسافه طويله بايده، ونفكر ازاي لو تعب وايده وجعته يقع على الارض. هل المسافه طويله؟ لو وقع هل الارض ناشفه مفيش تحت بساط او ترتان حاجه تمتص الصدمه؟ العقله نفسها عليها ميه؟ ده مثال. هتحس ان انا موسوس، بس ما عنديش مشكله بصراحه، ما عنديش مشكله بقى اكتر شخص موسوس في الدنيا، او في المقابل هحمي بنتي من اصابه شديده زي كده. كده كده الاطفال بيمرحوا وبيلعبوا وبيهلفطوا في كل حته، وبيتصابوا وبيتعوروا وبيتخبطوا اكيد، لكن على الاقل نمنع عنهم الحاجات الشديده. اعاقه تحصل لهم بسبب لعبه زي كده لا قدر الله، او بسبب ان انا دخلتهم مكان وسبتهم بقى يعيشوا اللحظه هناك. فبلاش، ربنا يستر علينا كلنا وعلى كل اطفالنا. السلام عليكم.